السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير نينا. نرحب بجميع المشتركات واللي راح تشوف لا فيديو لأول مرة. أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. اليوم جبت لكم حلوى اقتصادية محشية وشكلها بزاف راقي بذوق الليمون، بدون شوكولا بدون كلاصاج، غير بالسكر فقط، وتجيكم قاطو بزاف بزاف بنين. يجي يذوب في الفم يتفتت وطري وشكله كيما قلت لكم بزاف راقي. شوفوا هنايا نقسم لكم حبة باش تشوفوا ديجا بلي الكاطو تاعكم يجي يتفتت. وحتى هذيك الطبقة الصفراء اللي من فوق كيما قلت لكم ماهي لا شوكولا لا كلاصاج، وتجي بزاف طرية بذوق الليمون المنعش. مقادير اقتصادية وتقطع لكم كمية كبيرة توصل حتى ل50 حبة. تابعوا لا فيديو الأخير باش نتعرفوا مع بعض على المقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله. هنا عندي في قصعة درت 250 غرام تاع زبدة، تكون بدرجة حرارة المطبخ. الزبدة تاعي درتها طرية باش غادي نخدم غير بيدي تعاوني باش نخدم، من بعد ما تعيينيش. نهود كاع هذيك الزبدة في القصعة ونزيد لها باقي المكونات كيما هكا بهاد الطريقة. زدت لها هنايا كاس تاع سكر ناعم اللي هو سكر كلاصي، وواحدة فلون نوارة بذوق الفانيليا. هنا اللي تبغي دير تعزز النكهة تاع الليمون ودير فلون بذوق الليمون تقدر دير، انا هنا درتو بذوق الفاني باسكو في الوصفة الاصلية فيها بذوق الفانيليا باش يتكاساو ليكو. درت كاع ساشية هذيك تاع الفلون، ومن بعد نبدا نخدم في الخليط بيدي حتى يدخل لي كاع هذاك السكر الناعم مع الزبده والفلون، وهذوك الحبيبات تاع الفلون تاني يذوبوا لي وينسجم لي الخليط يولي خليط كريمي. ونتاكد بلي هذاك الفلون كاع داب وتخليه في الخليط. نبقى نخدم فيها بيدي كيما هكا حتى يولي لي خليط املس وكريمي ومتجانس. في هذه المرحلة نروح نضيف عليه باقي المكونات. هنا في هذه الوصفة عندي 4 حبات تاع البيض بصح ما نديرهمش كاملين. عندي 2 حبات تاع البيض نديرهم كاملين، وزوج حبات ندير الصفار فقط ونحتفظ بالبياض. بهذه الطريقة شوفوا درت 2 حبات كاملين وزوج حبات الزوجين درت الصفار فقط. هذا الصفار هو اللي غادي يعطيكم واحد اللون للعجينة تاعكم تجيكم صفرة مع هذاك الفلون، وثاني تجيكم طرية بزاف وهشيشة ومرملة. نبقى نخدم في كل شي هكا ندخل هذاك البيض كاع مع المكونات حتى ينسجم لي كاع هذاك الخليط ويدخل في بعضه، ونتاكد بلي راه عندي خليط متجانس. في هذه المرحله نزيد عليهم كاس تاع مايزينا اللي هي نشا، ونزيد عليهم وحده خميره الحلويات. نزيد ندخل كاع هذوك المكونات بيدي كيما هكا بهذه الطريقه ثاني حتى ينسجم لي الخليط. هنا اللي تبغي تخدم بالباتر تقدر تخدم، مي انا هنا مادام راه كلشي كيما يقولك مساعد والزبده تاعي طريه بغيت نخدمها غير بيدي باسكو هاد الوصفه قديمه بزاف، بكري كنا نخدموها غير باليد كيما هاك. هاد الوصفه بزاف بنينه وتستحق التجربه. نتمنى من كل وحده راهي تشاهد في لا فيديو تجربها هاد العيد ان شاء الله، اكيد اكيد غادي تعجبها وتعتمدها غير هي. بعد ما خلطت كل شيء بديت نزيد في الفرينه تاعي. هنا الفرينه نروحو تدريجيا باه نلمو العجينه تاعنا وتكون بقوام طري كيما عجينه الصابلي. العجينه تاعكم ما تقصحوهاش، ما لازمش تكون العجينه يابسه. الا يبستو العجينه اوتوماتيكمون غادي يجيكم الكاطو تاعكم ناشف. نبدا نلم كيما هكا غير بشويه ونزيد في الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون بهاد القوام. شوفوا هنا العجينه تاعي كيفاش راهي طريه، وكما قلت لكم راهي تبان باللي كبيره وتقطع كميه بزاف. هنا العجينة تاعي تكون طرية بهاد لا تيكستور كيما نقولوا بهاد القوام كيما عجينة الصابلي. نحطها هنايا جانبا ونروح نجيب المول تاع السيليكون تاعي. انا اليوم خيرت الشكل نتاع قلب، درت هذا المول تاع السيليكون تاع القلب. هنا قربته لكم فقط باش يبان لكم وتشوفوا الصورة. الشكل تاع الحبة تاعي هنا كبيرة نوعا ما، يعني ماهيش صغيرة بزاف مي متوسطة رايحة للكبيرة. عندي شوية تاع الحلقوم هنا قطعتها مربعات تكون صغيرة، ونجيب العجينة تاعي نحطها قدامي كيما هكا باش نبدا نشكل. نحي غير قطعة صغيرة كيما هكا كرية صغيرة، اللي تبغي توزن باه يجوها الحبات تاوعها كاع كيف كيف توزن، واللي ما توزنش دير غير عينها ميزانها كيما انا. نجيب الحبة هذيك كيما هكا الكرية تاع العجين نحفرها في الوسط، نعمرها بالحلقومة هذيك، نكورها ونبلعها مليح مليح باه ما تتحليش في المول، نزيرها مليح ومن بعد نحطها في المول ونضغط عليها باش تديلي الشكل تاع القلب تاع المول. نزيد الحبة الثانية بنفس الطريقة، ندير كرة صغيرة نفتحها في الوسط ونعمرها بالحلقوم، نسيي نزيرها مليح مليح ونكورها ونعاود نحطها في المول تاعي ونضغط عليها بهذه الطريقة حتى نكمل كاع الحبات اللي عندي.
أنا هنا راني دايرة الفرن تاعي يسخن، دائمًا كي يكون نشكل ندير الفرن تاعي يسخن على نار تكون قليلة، والجاتو تاعي يطيب في الرف الوسطاني، هنا يطيب على نار قليلة ما تزيدولوش النار باه يجيكم طايب حتى للوسط ويجيكم مرمل. أنا كملت قاع شكلت قاع الحبات تاوعي كيما هاكا ودخلتهم يطيبوا من الأسفل فقط، كي شت الحبات تاوعي نشفوا خرجتهم ما شعلتلهمش من الأعلى. شوفوا هنايا اللون تاعهم كيفاش راه صفر وشباب ويطيبوا يدو غير تحميرة خفيفة من التحت بهذا الشكل. هنا نحي قاع الكاطو تاعي نحطو في حاجة هاكا ولا في سنيوة ونخليه يبرد، نروح نفوتو باش نشوفو كيفاش نصنعو هذيك الطبقة الصفراء اللي من الفوق ولا هذاك اللون الأصفر. عندي حبة تاع ليمون نعصرها مليح مليح، نجيب كاش بول صغير كيما هاكا ونجيب حبة تاع القارص ونعصرها نسيي نخرج لها قاع هداك الماء اللي فيها. هذا هو السر تاع الطبقة هذيك اللي من فوق باش تجيكم طرية وتجيكم منعشة وتجي فيها ذوق الليمون. وما تخافوش هنا كي درنا حبة تاع القارص ما غاديش يجيكم الكاطو تاعكم حامض ولا قارص باسكو غادي يجي معتدل في الذوق. هنا رحت زدتلو شوية تاع المزهر، واحد الفنجال تاع مزهر كيما هكا، وزدتلو عطر الليمون على جال اللون. انا هنا زدتلو عطر الليمون هذا الاصفر باش يعزز لي نكهة الليمون وفي نفس الوقت باش يتلون لي الخليط. هنا اللي ما عندهاش عفوا عطر الليمون ولا ما تبغيش ديرو تقدر دير غير شوية ملون اصفر ولا دير شوية تاع الزعفران. عندي شوية تاع السكر ناعم كان جبته في بول حطيته قدامي باش نبدا نقلاصي الحبات. هنا نجيب الحبة بعد ما بردت تماما ندخلها في هذاك الخليط اللي خدمته، نقطرها مليح مليح وندخلها في السكر. هنا نعمرها مليح مليح نسيي نرمدها مليح بالسكر بهذا الشكل، ومن بعد بيدي نبدا غير هكا نحك فيها من الفوق نمشي قاع هذاك السكر الناعم وفي نفس الوقت راني نحي في الزائد كيما هكا بصبعي نسيي نحي قاع هذاك الزائد تاع السكر، وفي نفس الوقت راني نحك في الحبة من الفوق باش هذاك السكر يلتصق مع هذاك السائل وتولي لكم طبقة صفراء بنكهة عفوا الليمون بهذه الطريقة. نتمنى تكونوا فهمتوني باسكو الفيديو نورمالمون راه موضح بهذا الشكل. شوفوا هنا اللون تاعها كيفاش رجع شباب واصفر. نزيدو حبة واحدة أخرى باش تفهموا، ندخلها في الخليط السائل كيما هكا نقطرها مليح مليح ومن بعد ندخلها في الخليط عفوا في السكر الناعم ونسيي نرمدها نغلف قاع الحبة تاعي بالسكر، ومن بعد غير بصبعي كيما هكا نبدا نمشي في هذاك السكر ونحك فيه فوق الحبة، والبلايص اللي نلقاهم هكا مازالو مشمخين نزيد ندير لهم السكر ونحكهم من الفوق. ديجا كي تبداو تحكوا تحسوا بلي هذيك الطبقة من فوق بدات تتشكل كيما هكا واحد الطبقة رقيقة وناشفة من السكر والليمون بهذه الطريقة. نروح مع الحبات تاعي قاع بنفس الطريقة، وكي نكمل جبت هاد الوردات أنا شريتهم واجدين، اللي تبغي تخدمهم في الدار تخدمهم. ونجيب الحبات تاعي خلطت هنايا غير شوية تاع السكر مع المزهر كي ولا لي كريمة درتو في الوردة تاعي باش تلصق لي وحطيتها فوق الحبة، ومن بعد نحطها في الكيسات بهذا الشكل. طريقة تاع تزيين سهلة وبسيطة. اللي تبغي تخلي الكاطو تاعها سامبل كيما هكا تقدر تخليه كيما تقدروا تزينوه بأي حاجة عندكم. نزيد الحبة الثانية درت فيها شوية خليط تاع السكر هذاك والمزهر، ومن بعد حطيتها فوق الحبة تاعي هذيك الوردة ونحطها في الكيسات حتى نكمل كاع كمية تاع الكاطو اللي عندي. هاد الكاطو بزاف بزاف بنين منعش وخفيف، يجي طري يجي مرمل ويذوب في الفم ومحشي والشكل تاعو بزاف راقي. هذه هي النتيجة النهائية اللي تحصلت عليها، كمية 50 حبة بذوق الليمون، حلوى اقتصادية بشكل راقي محشية وبزاف بزاف بنينة. هاد الكاطو تاع نهار اليوم نتمنى قاع تشاركوني في الجروب تاع الفيسبوك بتطبيقاتكم، ونتمنى تخلولي تعليقاتكم. شوفوا هنايا وريت لكم الحبة كيفاه تجي متحوفة وكبيرة وشكلها بزاف شباب. ها نقسم معكم الحبة باش تشوفوها كيفاه تجي طرية. هنا ديجا غير دخلت فيها الموس كيما راكم تشوفوا هبط بكل بساطة. وشوفوا هنايا في الوسط كيفاش تجيكم هذيك الحلقومة محشية وتبقى محافظة على اللون والشكل تاعها. هذا هو الجاتو تاع نهار اليوم. نتمنى يكون نال اعجابكم وتخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسونيش بلي جيم ولي كومونتير. نخليكم تكملوا لا فيديو للاخير، وما بقى لي غير نقولكم نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى من حلويات العيد، والى اللقاء.